انتوا نايمين؟ أنا صحيت عشانكو. 8 أيام على مونديال، والترانسفير اتفجر الفجر ده. 3 صفقات هي وي جو في ساعة واحدة، ومدرب جديد لليفربول. وأنا هقول لكم اسم اللي معاه في الاستاف بعد شوية، لأن ده اللي محدش بيتكم مع عنه. الأول إيدرسون البرازيلي راح مان يونايتد، 40 مليون يورو زائد 5 بونص، عقد 4 سنين. أتلانتا أخدت فلوسها، يونايتد لقت لاعب وسط جامد، ورومانو كتب الجملة السحرية: خد عندك. وبس استنى الجامد، دينزل دامفريز راح ريال مدريد، 20 مليون يورو شرط جزائي بس، حرفياً صفقة بلاش. فلورنتينو عايز يقفل كوناتي ودامفريز قبل ما مونديال يخلص. ريال مدريد بتبني فريق وإحنا قاعدين نتفرج. وفي ليفربول اتفقوا مع أندوني إيراولا، عقد 2 سنين، وجايب معاه 4 من ستاف بورنموث: بابلو دي لا توري، تومي ألفيك، شون كوبر، توم ويبر. أنا شايف إن اف اس جي غلطوا، شيلوا سلوت بعد البطولة ب11 شهر وجابوا واحد ما عندوش ولا تجربة في فريق كبير. قرار حيوجعهم. وفي خبر بيوجع، دارس كايتا ساب تدريب أوروغواي الأول وهو ماسك في عضلته. لو طلع تمزق، الراجل بروق مونديال خالص، لسه طالع من كسر في الترقوة من شهر. حرام عليه. وخليني أوجعك بالرقم: أمغرب كسبته مدغشقر 4 نظيفة، سيباري لوحده عمل 2 هدف، والراجل ده نفسه اتفق الليلة دي مع باير منشن شخصياً، 2 هدف وموافقة على بوندسليغا في يوم واحد. ده اللي اسمه يوم. طب وإنت اللي قاعد قدام موبايل ده، انهي صفقة فيهم صدمتك أكتر؟ دامفريز ب20 مليون، إيدرسون ليونايتد، ولا إيراولا في ليفربول؟ سيبها لي تحت، أنا قاعد بقرأ.